سلام، اليوم عندي واحد الفيديو جديد. قلت غادي نقسم معكم الفطور باش فطرت اليوم. اللي ما خداش مني الوقت بزاف، والاهم ان كل شيء جا زوين وكيف ما كنت كنتخيلو. كيف ما شفتوا صوبت واحد جوج انواع ديال المملحات اليوم، وصوبت واحد اللاطه ديال الحوت درتها بالخضره وخشيتها في الفران. المهم جات غزاله حتى هي ما نقولش لكم. اجيو معايا دابا هنا نعطيكم المقادير اللي صوبت بها داك الغولي اللي قطعت على شكل شناك. كان عندي العجين المورق ديجا شاريه واجد، دهنته بواحد الفرماج اللي كناكلو مع الخبز في الصباح كنفطروا به. تقدري الا ما كانش عندك هذا ديري الفرماج المثلث حتى هو كيجي بنين كيف ما شفتوا. بعد ما دهنت داك الوجه كامل غادي نلوح الشاركوتري اللي كان عندي تما، وغادي نزيد عليه الفرماج محكوك اللي بقى تما عندي. ملي كنعمر كلشي على هذا الشكل هذا كنبدا نرولي بشويه بشويه حتى كنكمل كلشي على هذا الشكل. وكنخلي داك الورق ديال المطبخ كنخليه فيه بحال هكذا باش نخشيه في الفريغو 10 دقائق. هنا كنت ديجا خشيته في الفريغو وجبته. غنقطعوه هكا على هذا الشكل. غنكون وجدت اللاطه ديال الفران، دهنته بواحد صفاط البيضه وواحد شويه الحليب وخشيته في الفران. في هذا الاثناء غنمشي نصاوب هذاك لي كورني اللي صاوبت معمرين مالحين. كان عندي الخبز ديال التورتيلا اللي ما قدرت نصاوب به بانيني حيت كان ديجا كيتهرس، ما بغيتش نضيعو. صوبت به هاد الشكيلات هادو اللي جاو غزالين كيف ما شفتوا. صوبتهم على شكل كورني وعمرتهم بواحد الحشوه اللي ساهله. غنخلي لكم المقادير ديالها مكتوبه كلها. كيف ما شفتوا هنا خلطتهم بشويه ديال المايونيز والكيتشوب جاو بحال هكذا. وغادي ناخذ الفرماج مربع، وغادي نبدا كل كورني غنخشي فيه طريف صافي. وغادي نكمل التعمار ديالي على هذا الشكل هذا حتى غنكمل لي كورني كاملين اللي عندي. صافي كيف ما شفتوا ملي كملت لي كورني كاملين دزت باش نصوب اللاطه ديال الحوت. خديت الثومه اللي كانت عندي ديجا. هاد الثومه مرقده في الزيت ما كيكونش فيها الجهد بزاف. درتها مع الحامض مصير، دقيتهم مزيان في هاد المهرز على هاد الشكل هذا. خديت واحد العصير ديال الحامضه غنخوي في الاناء اللي غنخلط فيه كلشي. غنزيد عليهم ديك الثومه وداك الحامض مصير، وغادي نكب عليهم داك الربيع اللي دقيت. غندير واحد شويه زيت ديال الزيتون ولاصوص ديال الصوجه والعطريه كامله ديال الحوت اللي كنديرو فيها ملحه سكينجبير تحميره الخرقوم والكمون. صافي غنصوب الشرموله ديالي على هذا الشكل هذا اللي غنقسمها على جوج. شويه غنخليه الحوت وباش نخلط الشعريه الصينيه اللي غنعمر بها الحوت، والنص الاخر خلطته مع المطيشه اللي غادي نديرها لاصوص من التحت. كيف ما شفتوا هنا صافي خلطت داك شويه ديال الشرموله خلطته بالشعريه الصينيه اللي غنعمر بها الحوتات ديالي على هذا الشكل هذا. غنعمرهم بثلاثه وغنحطهم على جنب، وغنمشي باش نصاوب الخضره. غنشرم لها حتى هي في ديك لاصوص ديال المطيشه والشرموله اللي صاوبت، وغنبدا نفرشها في اللاطه ديال اللي غتدخل الفران. كيف ما شفتوا كنبدا بخيزو هو الاول اللي ديجا سلقته نص سلقه باش ما يشدش ليا الطياب، باش زعما ما ياخذش ليا الوقت في الطياب في الفران. خديت الكورجيت حتى هي شرملتها في ديك الشرموله ودرتها حتى هي معاه. واخيرا درت البطاطا. كيف ما شفتوا ما غنديرش البطاطا هي الاولى حتى غنحط الحوتات غادي نصوب ليهم بلايصهم مزيان. عاد غادي نبدا نوزع البطاطا في الجناب ديال الحوت على هذا الشكل هذا حتى غادي نكمل كلشي. واخيرا غيبقى لي الفلفل الاصفر. انا ما كانش عندي الالوان ديال الفلفله اليوم، كانت عندي غير الصفراء اللي حاصله وهي اللي قضيت بها، ولكن راه جات بنينه حتى هي. كيف ما شفتوا حتى هي غادي نشرملوها شويه بحال هكا على هذا الشكل هذا، وغادي نحطوها فوق الحوت ديريكت. غادي نخوي على هذيك الشرموله اللي زدت مع زويته وغادي نخشيها في الفران. من بعد غنوريكم الشكل النهائي ديال اللاطه كيفاش جات. نتمنى يكون الفيديو عجبكم بزاف. ها هي باقا سخونه، ما نقولش لكم اللذه كيفاش جات. نتمنى تجربوا هاد الوصفات ديالي
وكنتمنى ليكم فطور شهي إن شاء الله.